تعمل فيهم كده؟ عشان كده قلت لك لازم تطاطل الريحة هتعدي، واني هعهدك يا صابر اني هساعدك واقف جنبك لما تستعد للجاي. روح بقول له حاج، صابر بيقول لك حسن مش راجع قبل الشمس ما تغيب ولا بعد اللي وراه. حسن هيفضل مأنسنا هنا لحد ما كل حي ياخد حق. واذا كان على الحاجة شفيقي وولادي فتحي وفريال فأنا مش قلقان عليهم. طول ما هم بخير حسن هيفضل بخير، لكن لو أي حد مس شعرة من أي حد فيهم أبو علي هو اللي هيدفع الحساب. اول ما جالي الغفير رمضان وقال لي ان جنابك عايزني في الدوار ضروري، قمت اتكف على سجاده الصلاه. ايوه ربنا المعبود، ماني ما اقدرش اتاخر على جنابك ابدا. رمضان طلعك من الصلاه؟ طلعته سودة. لا هو في الحقيقه انا كنت ختمتها خلاص. كنت بتصلي انهي فرض؟ كنت بتصلي انهي فرض؟ امتى؟ انهي فرض؟ هو الفرض اللي وجب ساعتها. تدوم الجو يا سيد العمده. انا تحت امرك وجاهز. اصل رمضان ده ششتاوي. حمار يا ششتاوي. طب ليه كده يا سيدي؟ بعته ينادي على شيخ البلد الحقيقي شيخ يونس، راح ونده لك انت. ايوه بس انا شيخ البلد بالختم، ختم الحكومي. قول لي انت عايز ايه وانا اعمله لك اللي انت طالبه هعمله لك، ولا يعني لازم ختم الشيخ يونس؟ بتجاحش فيها يا ششتاوي. البلد الحقيقي احنا مش متفقين انك انت تفضل بصمجي وشايل الختم وشيخ البلد الحقيقي يفضل زي ما هو. ايوه ودي كان كلام انا بذات نفسي، بس امبارح بالليل وانا مسطح والقمره مزهزهه والبال رايق، لقيت نفسي بسال نفسي ليه ما تجربش؟ ما تجربش ليه يا ولا؟ يعني مشيخة البلد لازمها ايه ما تقدرش عليه؟ لازمها تبقى جد يا ششتاوي، تبقى راجل محدش ينتقد تصرفاته عشان يكون لك، واهل البلد يوقروك، ما ياخدوكش مسخه في الرايحه وفي الجايه وانت عمال تتنطط من خماره بورتوس في السخاويه للخبازه في المنصوره. اوعى تصدق الاشاعات يا عمده، وهفكرك ببيت المتنبي اللي بيقول أعيدها نظرات منك صائبة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. خلاص يا شتاوي، احنا في وقت ما ينفعش فيه الهزل. جربني في الجد يا عمده. ما عنديش وقت اجرب. البلد ظروفها صعب والخطر محاوطها، والاحوال ما تسمحش بواحد يبقى موجود زيك. احسن لنا ان احنا نلموهم ونحبسهم، وانت وشوقك اختار اللي انت عاوزه. لو فضلت في البلد تتنطط زي فرقع لوز الغفر هيجروك ويرموك في الحبس من غير اي تهمه، اما تاخدها من جسرها وتلم هدمتينك وتطلع المنصوره وتفضل فيها هناك لغايه ما حال البلد ينعدل. بتطردني من بلدنا يا عمده؟ يعني خيرتك يا ششتاوي. ده انا كنت العريف بتاع الكتاب بتاعك، انا اللي علمتك الدروس والكلام. مش ايام ما كنت فايق؟ ايوه وكان البر كله فايق وصوت عرابي بيتجلجل في قصر عابدين. الراجل بيخرف يا سيدنا، بقول نشيله هيلا بيلا واتنين غفر يوصلوه المنصورة. صبرا. لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا لكم. سامع عندي؟ لسنا تراثا او عقارا لكم. على العموم انت خيرتني وانا اخترت. همشي يا عمدي همشي، والبلد اللي انت عمدتها ما ينقعدش فيها. لا انت راجل عديم الرباية. استنى يا مشرقي، الراجل ما غلطش. البلد اللي انا عمدتها ما تنفعش للي زيه. يلا اتكل على الله يا ششتاوي. الليله دي اخر ليله بات في البلد دي، بس وانا شيخ البلد. مع السلامه يا شيخ البلد، مع السلامه. ايه يا جناب العمدة، هنسيبه منه لنفسه يدور في البلد يهوفط بكلامه الماسخ ده؟ مين من اهل البلد هياخد كلام الششتاوي جد؟ وبعدين مش عايزين نضيع وقت. مشرقي تاخد الغفر بتوعك وتفوته على بيوت البلد والعزب اللي جنبيها، تلموا الشباب والرجاله تجمعوهم في الجامع، عايز اشوفهم بعد صلاه المغرب. امر الجناب. وانت شرف امرك يا جناب العمده. توصل لحد الشيخ يونس تقول له اني عاوزه ضروري، ويا ريتك تجيبه معاك
أنا هوصل مشوار ربع ساعة وارجع. ألاقيك. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لولا السلام لله. وانت عارفة مقامك عندنا يا ست الحجة. عرفته النهارده يا فتح الله. صابر ما خلاش سكة تانية قدامي. هو مين اللي بيفتح السجك ويسوق الناس فيها يا فتح الله؟ اللي في ايده البندق ويحتكم على الغفر؟ ولا الطريد اللي اتنفى بعيد عن دياره وناسه؟ الظالم اللي بينكر الحق ويغول على أصحابه يا عمي، هو ده اللي بيفتح سكة الشر. انت الظالم ده بعينه يا فتح الله. انت اللي نكرت حق صابر ونطيت على الدوار. هي دي العقدة اللي فتلتوا بيها حبل ولفتوه حوالين ركابيكم، واللي هتشنقوا بيها رأكم. عقدة الباطل اللي قلبتوه حق وتشعبطتم فيه، وانتوا اللي ابتديتوا بنكران الحق. لما العقدة الكبير الشيخ يوسف قابل وجه ربه الكريم، وكان الدور على أولاد عرفان، على أبويا إسماعيل الحسيني اللي كان وقتها في الحجاز، واستغليتوا فرصة وجوده في الحجاز وهو بيأدي الفريضة، وراح صادق داخل الدوار وجامع حواليه مشايخ الجامع الإيرواني وكبارات الحسينة والغفر، وخد منهم عهد بالعمودية تحت تهديد السلاح. ولما أبويا رجع كتير راحوا له وقالوا له ما تسيبش حقك، خش الدوار واحنا وراك. قال لهم لا، أنا لا يمكن أرفع السلاح في وش صادق، لأن كلنا حسينة، ولاد عرفان ولاد سالم. الله يرحمه، كان عقله زينة عقول الحساينة. الحاج صادق كان دايما شايلها له جميله، وكان دايما مقدمه في كل، وما يعملش اي حاجه الا ما ياخد شرطه. ويعمل ايه كمان يا حجة؟ مش خد عهد العمودية لأبويا من بعده، وقال وقصاد الناس كلها وفيه منهم كتير عايشين وممكن يشهدوا، قال العمودية من بعدي ترجع لولاد عرفان وخصوصا إسماعيل الحسيني. فاكر الكلام ده يا عمه ولا نسياه؟ فاكراه يا ابني، بس ده فات عليه زمن. الحاج اسماعيل ربنا اختاره، والعمده صادق موجود. لكن الحق لازم يرجع لاصحابه، لاولاد عرفان. يعني انا لما ادخل الدوار ما يبقاش نط ولا خطف، ده انا يا دوب بمد ايدي علشان اخد حقي اللي اتاخر. يا ما قلت له ما تتخنش دماغ ابنك يا صادق، ولا تطمعوش في عموديه مستنيها اولاد عرفان بفارغ الصبر. كان يزعق فيا ويقول لي ما فيش حاجه اسمها دور، العمده يجي بعده ابن العمده، واللي مالوش ولد يوصي. كان بيقول بينه وبينك غير اللي بيقوله وسط الناس، لانه كان متكل انه مجهز كل حاجه لصابر، وضامن انه يركبوا العموديه من غير ما حد يتعرض له. ما فكرش في اولاد اسماعيل ولا في امهم. مالها امهم يا حجه؟ ما تزرزرش قوي كده يا فتح الله. كل الناس في بشنين وعزب الزمان كلهم عارفين ان الحاجه ست اخواتها هي السر، هي اللي جهزتك علشان وقت اللزوم تجري قبل الكل، وتمسك اللي فلت من ايدين ابوك وتثبت عليه بسنانك. انت كنت لسه عيل ما توعاش لما اتخانقت مع ابوك الله يرحمه، ولمت عليه ولاد عرفان كلهم علشان يقفوا لصادق وياخدوا منه الدوار. بس الحاج اسماعيل كان راجل طيب بصحيح، بس كان عنيد، ما حدش يقدر يحوله عن اللي في دماغه. عم شفيق ما تقوليش يا عمه وانت حابس لي. الباب مفتوح، وهقول للغفر بتوعي ما حدش يتعرض لك. وقت ما تحب تمشي مع السلامه، بس حسن يرجع لك. حسن وبصله ازاي؟ سكتك لحد الطاحونه القديمه مفتوحه، لكن ولاده هيبقوا ضيوفي، هيفضلوا عندي لحد ما حسن يجي. برضه يا عمده؟ هديك قلتيها بلسانك يا عمي، يا عمدي.